يا رب يجعل يومكم كله هنا وسعد. شوية حاجات كده دلع اشتريتهم لنفسي. على فكرة مرة كنت في العمرة من كام سنة كده، فكنت بغسل الهدوم بتاعتي يا في الحوض او في البانيو. طبعا انا بتضايق اوي ان الهدوم تلمس الحوض او البانيو، فكنت يعني بقدر الامكان بحاول ان انا ارفعهم، وده طبعا بيوجع ايدي، وبرضو بضطر في الاخر ان انا اسندهم على البانيو علشان يصفوا ميتهم، او بنعلقهم على الرشاقات، فبرضو كانت الحاجة بتضايقني. فالمهم انا لقيت دي ان انا ممكن اخدها معايا العمر ان شاء الله. بس هي طبعا هتيجي تقولي انت واخده حاجه زي دي للعمره؟ هي خفيفه وبتتقفل، وكمان ممكن تستعمليها لو عايزه تروحي مصيف. طبعا في مصايف برضو بتبقى على قد كده شويه ومفيش امكانيات هناك فهتنفعك، او لو انت عندك حبه هسس كده ما بتحبيش تستعملي حاجه حد، فبرضو هتاخديها وتستعمليها معاكي هناك. وطبعا في بيتك حتى لو انت مش رايحه مصيف ممكن تستعمليها ببيتك، تغسلي فيها الحاجات الخفيفه بتاعتك زي الطرح او الشرابات، الحاجات اللي هي خفيفه ليكي انتي. وطبعا الحاجات دي بتبقى يدوية وليها طريقة قفل كده بتقفليها وتخزنيها عندك، فما بتاخدش مساحة خالص. فاشتريها لانها فعلا هتعجبك. في منها الحجم الكبير والحجم الصغير. الحجم الكبير عامل 150 والصغير عامل 75، بس ده كان عليه عرض. اما هنا الملاحات ديت عاملين منها اللونين الابيض والاسود، طبعا للفلفل الاسود وللملح، فطبعا هتبقى شكلها كمان حلو ومميزة. ده العيال حتى بيقولوا لي هي صغيرة خالص، العيال حتى بيقولوا لي ده احنا ممكن نشرب فيها، بس على مين؟ دي تتحط كده ديكور حلو على السفرة، وفعلا شكلها مميز. والاتنين كانوا عاملين 75 جنيه. فحاولي ان انت برضو اذا كنت تحتاجيها. ادي القطعة الصغيرة دي طبعا قابلة للطي، ان انت ممكن تقفليها وتشيليها، وخفيفة جدا لو انت هتحطيها في شنطة السفر او حتى هتاخديها في ايدك كده وانت مسافرة. شكلها جميل جدا ومش ملفتة، حتى لو انت هتاخديها معاكي فعلا هتحسي ان انت هتحتاجيها. فحتى لو انت مش هتحتاجيها زي ما قلنا في سفرية ولا حاجة، استعمليها بقى، اعملي فيها شراباتك ولا الطرحة الخفيفة بتاعتك. المهم فعلا دي فعلا القطعة دي ما تستغنيش عنها. وكمان فيها حاجة زي كده مضلعة، بحيث ان انتي تقدري زي ما كنا بنعمل الغسيل على ايدينا، فهي طبعا التضليعة دي هتديكي حركة ان انتي تغسلي. فلو في بقعة ولا في حاجة في الطرحة بتاعتك مثلا او في الهدوم هتطلع بكل سهولة. بصي هي خفيفة جدا، وتقدري ان انتي تاخديها وتوسعيها برضو زي ما انتي عاوزة، وفي الاخر ما بتاخدش مساحة خالص. بس فعلا جميلة جدا، انا استعملتها حتى في الوقت الحالي اللي احنا فيه، فلقيتها ان هي مناسبة. اما القطعة الكبيرة دي طبعا في ناس بتاخدها للبيبي، وممكن برضو تاخديها تلمي فيها الغسيل. وممكن برضو ان انت تغسلي فيها، بس انا شايفة ان انت برضو ايه، الحاجة دي موجودة في البيت بتطلع ليها وظائف كتير قوي، فسعرها بسيط. وعلى فكرة ما كانتش موجودة لفترة طويلة، واول حتى ما نزلوا عليها عرض، فحبيت ان انا اجيب الحجمين دول. في برضو احجام صغيرة خالص، بس دي معرفش كان استعمالها ايه، فما حبيتش ان انا اجيبها، ويمكن مع الوقت. بص هي على مراحل ازاي، وكل مرحلة على حسب استعمالك انت علشان تشوفي انت عايزة كمية قد ايه. بص حجمها كبير جدا، بس دي طبعا ما ينفعش ان احنا ناخدها معانا. انا جبت صغيرة بحيث ان تتنقلي بيها لو عايزة تروحي بيها اي مكان، اذا كنت بقى رايحة مصيف ولا عمرة. والله كنت مرة في العمرة بجد، فواحدة قابلتها في الاسانسير حاطه كروانه على راسها، وكانت من دولة عربية، ففعلا الحاجات دي بياخدوها معاهم. فانا شايفة ان هنا دي مناسبة ان انتي تاخديها معاكي. اكيد هي غسلت الملابس بتاعتها مثلا في الغرفة، وكانت طالعة على السطح مثلا تنشر او حاجة زي كده. فلو حد هيقول لي في حد ياخد حاجات زي دي في العمرة، بنستعملها وتنفعنا. وحاولي ان انتي برضو تشوفي ايه المناسب ليكي. انا شايفة ان الحجم الصغير هو اللي مناسب لينا، والتضليعة دي زي ما قلنا بتنظف الملابس كويس جدا. فربنا يكتب لكم كده كل خير، ويكتب لكم العمرة، ويكتب لكم السعادة والهنا، ويا رب يجعل ايامكم كلها هنا وسعادة.